عبالكن سحلب وما عندكن بودرة السحلب؟ الحل عندي. حنعمل اليوم أطيب وأسرع سحلب بالبيت، بدقايق بصير جاهز عندكن. كتير مناسب بتقوموا تعملوه وتفاجئوا عائلتكن فيه، خليهم يتدفوا وينبسطوا. بس قبل خبروني شو بتاكلوا جنب السحلب، كعك أو سمون؟ أول شي بدنا نحضر المستكة ونطحنها مع السكر. هيدا شكلها بتجيبوها من عند العطار، بس هي اختيارية، بعرف مش متوفرة عند الكل. بتحطوها بالمضقة مع شوية سكر، بس أكيد المضقة ما بتكون للثوم، مضقة خاصة للحلويات. تطحنون بهيدا الشكل لحتى يصيروا ناعمين. هاخد منهم بس شوي، ما منكتر مستكة لأنها بتمرمر الحلويات. مثل ما قلتلكن استغنوا عنها إذا ما موجودة عندكن. هلأ بطنجرة أو كسرولة صغيرة بتحطوا 3 أكواب من الحليب السائل. تنزلوا عليهم ب3 ملاعق كبار من السكر، يعني لكل كوباية حليب عم نحط ملعقة كبيرة من السكر. نفس الشي بدنا نحط 3 ملاعق كبار كمان من النشا، يعني لكل كوباية من الحليب ملعقة كبيرة من النشا، بس ما لازم تكون مليانة، هيك بتضمنوا القوام السلس. ومنحط كمان المستكة اللي طحناها مع السكر، نخلطن مع بعضن منيح على البارد، بنرجع بننقلن على النار. على نار متوسطة بالويسك منضلنا منحرك، وبس نحس انه بلش بده يتقل منحط ملعقة كبيرة مي زهر وملعقة كبيرة مي ورد. هيدا الشي بيعتمد على قوة المي زهر والمي ورد اللي عم تستخدمون، إذا كتير تقال خففوا عن هالكمية، ويمكن إذا كتير خفاف تحتاجوا أكتر. هيدا الشي بيعتمد انكم تذوقوا وتشوفوا انتو قديش بتحبوا تحطوا. بدكن توصلوا لهيدا القوام، ساعتها بتوقفوا بصير جاهز للتقديم. نصيحة بالنسبة لإلي هيدي كتير أساسية، نحن بنحب المشروب يضله ساخن، وهلأ الطقس بارد فالكوبايات بتكون متلجة. حطوا أول شي فيها مي سخنة، رجعوا فضوا المي، بعدين بتحطوا السحلب، هيك بتحافظوا عليه لوقت أطول يضله سخن. شوفوا هالقوام ما أحلاه، ما شاء الله. هيك لازم يكون سلس من دون أي تكتلات، وما لازم يكون كتير تقيل. حطوا شوية قرفة على الوجه، بس اشربوها على مهلكن. أوقات منتنشأ بسرعة، منصير منسعل ومنختنق، صايرة معي لأنه قبل. بحس ما فيني فوت ولا تفصيل بالوصفة إلا ما قلكن يا، هيك بحب كون مأمنة عليكن تكونوا عارفين كل شي. يلا جربوا الوصفة واعطوني رأيكن فيها. صحتين وهنا.